النهاردة هنعمل صينية من النوع التقيل، صينية بطاطس بالسيبيا. أكلة كده أول ما تتعمل في البيت تحس إن ريحتها سبقتك على الباب. بطاطس بقى بالسيبيا، طعمها يدوب في القلب، جد جميلة جدا. والحلو بقى إن مكوناتها بسيطة جدا، بس سرها كله في الطريقة. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي خطوة خطوة. السر في الصينية دي مش في المكونات بس، اهم حاجة التظبيط. يعني ايه؟ ندي للسيبيا وقتها في التسوية علشان تبقى طرية ومش مطاطة. وكمان لو ما خدتيش بالك من التسوية هتبقى مطاطة ويبقى باظت والاكلة باظت خالص. في ناس بقى كتير بتغلط غلطات صغيرة بتبوظ الطعم، بتستعجل على التسوية فتطلع السيبيا قاسية قوي، او تحط مية زيادة فيبقى الصوص خفيف قوي، وما تسيبش يعني ما بتسيبهاش تاخد وقتها. عايزه اقول لكم انا اول مره عملتها كنت فاكره ان السيبيا زي الفراخ هتستوي كده على طول في صينيه البطاطس وتطلع على طول. طلعت محتاجة بقى شوية صبر، بس أول ما ظبطتها قلت دي لازم تتكرر كل أسبوع. ولو عايزة الطعم يبقى حلو اسمعي النصايح بتاعتي وتعمليها بالظبط. طبعا البطاطس يفضل تقطعيها متساوي علشان تستوي في نفس الوقت، ومهم جدا نغطي الصينية في الاول وبعدين نسيب الوش يتحمر، واستني بقى لما تطلع من الفرن هتشوفي لون وريحة يخلوكي مش قادرة تستني. وما تنسيش لو عجبك الفيديو تعملي لايك وتعملي اشتراك القناة وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل الوصفات الجديدة. وكمان هقول لكم في اخر الفيديو ايه حكاية السيبيا دي. وده كان شكل السيبيا. طبعا بتشتريها. قولي للي انت المحل اللي انت بتشتري منه ان هو ينضفها لك. هي طبعا كده باجي اكمل نظافتها، بس هو شايفين بيبقى فاتحها ومنضفها. انت كده بتكملي نظافة في البيت، بتغسليها طبعا كويس من البواقي. وبعدين بتحطيها في المصفى تتصفى. معايا الخضار بتاعي عبارة عن طماطم وفلفل رومي وبصل، بقطعهم صغير زي ما انتوا شايفين، ببشرهم كمان، يعني مش بس بقطعهم بس صغير، يفضل كمان تبشريهم بالمبشرة. ومعايا هنا كزبرة وشبت وبقدونس بقطعهم صغير. ومعايا ليمونة، بعصر بقى الليمونة كده على الخضار بتاعي كده. وبعدين بنزل بالملح، انا مكترة طبعا الملح هنا لان دي مش سلطة، احنا عايزينها تتبل صينية البطاطس بالسيبيا. وبحط معلقتين كبار من الخل، ومعلقة كبيرة من الكمون، ومعلقة كبيرة من الكزبرة الناشفة، ومعلقة من البابريكا، ومعلقة صغيرة من الكاري، ما نكترش في الكاري علشان بيمرر طعمه. وكمان نص معلقة صغيرة من الجنزبيل المطحون، ومعلقة صغيرة من الثوم بودرة والبصل بودرة. وبنزل بشوية زيت كده، ابتدي اقلب الخضار بتاعي كله. شايفين انا هو ناعم ازاي؟ انا اصلا بشراه كويس جدا علشان اقدر اتبل البطاطس والسيبيا. والسيبيا بقطعها على فكرة، يعني انا مقطعاها مش بسيبها زي ما هي. يعني مثلا ممكن نقطعها لثلاث قطع او قطعتين. ومعايا هنا بصلاية بقطعها عادي مكعبات، وفلفلاية بقطعها مكعبات. ومعايا فصوص 5 فصوص توم بقطعهم برضو بالسكينة مش بفرمهم. حطيت بقى البطاطس بتاعتي رصيتها في الصينيه، عليها السيبيا، شايفين انا قطعتها ازاي، عليها الخليط اللي احنا عملناه سوا. وبحط عليهم ليمون. الليمون ده بجيبه من العطار، وعليهم الثوم زي ما قلت لكم. ببتدي اقلب كل الصينيه مع بعضها، البطاطس بقى بالسيبيا. واخيرا بحط البصل والفلفل المتقطع. لو بتحبوا الاكل اللي يكون حراق ممكن تضيفوا فلفل حامي. وبعدين بضيف عليها كوبايتين من المية اللي هي كوباية الشاي، وبغطيها. واول ما بتغلي بوطي النار واسيبها تستوي براحتها. وخدوا بالكم السيبيا زي ما قلت لكم بتاخد سوا، فسيبيها تستوي كويس قوي. وبعد ما تستوي يعني تجربيها ان هي استوت وبتتقطع بالمعلقه، هتختبريها ازاي؟ بتاخدي معلقه وهي زي ما هي في الصينيه كده تاخديها، لقيتيها اتقطعت بالمعلقه ان انت تقسميها بالمعلقه كده هي استوت، ما بقتش مطاطيه ونجحتي في تسويتها. بعدها يا ستي تاخديها على الفرن، تحطيها في الشوايه
5 دقايق هتلاقيها استوت. شايفين الشكل؟ بتطلع لسه الدخان بتاعها، انا لسه مطلعاها من الفرن. شايفين شكلها عامل ازاي؟ دي شكل السيبيا متقطعه كده، فيها شويه رز ابيض بقى، وتاخدي من الصوص بتاعها. شايفين الصوص بتاعها اللي تحت ده على الرز، ودوقي احلى طعم، احلى اكله بجد خطيره. جربوها مش هتندموا. تعالوا بقى اقول لكم ايه هي حكايه السيبيا. السيبيا دي يعني ليها حكايه. الاكله دي مش مجرد بس صينيه وخلاص، دي اكله جايه من البحر وحكاياته. زمان قوي كانت الصيادين بيرجعوا من البحر تعبانين، ومش معاهم غير بس اللي بيرزقهم بقى بيه ربنا، اللي بيطلعوا. يعني كل واحد بيروح يصطاد وعلى حسب بقى ايه زي ما بيطلع له. السيبيا دي وطعم البحر كله ريحة ومجهود وتعب. يعني كانوا اول ما يرجعوا، يعني اول ما طبعا ما بيرجعوا من الشغل يا عيني بيبقوا تعبانين مش قادرين. ممكن ما يبقاش في اليوم ده سمك خالص، فبيبقى السيبيا دي اللي طلعوا بيها. ياخدوها بيولعوا نار بسيطة كده، ويحطوا السيبيا على شوية بطاطس ويسووها على النار او على الحطب، لان ما كانش لسه فيه بوتاجازات. يعني مش رفاهية بقى ولا كماليات، دي كانت اكلة نجاة. بعد يوم طويل من الموج بقى والبرد اللي هم كانوا بيتعرضوا له في الايام، كانوا بيقعدوا ايام يصطادوا، الاكلة دي خرجت من حكاية الصيادين ودخلت مطابخ البيوت، وبقت كل ست تضيف لمستها وتقول انا هخليها احلى من اي حد. بس بصي بقى، رغم انها اكله بسيطه الا انها سرها الحقيقي في الصبر والتظبيط، زي البحر كده يا ستي، جميل بس محتاج هدوء علشان تفهميه.